صباح الخير. برحب بكل أصحاب قناة سالي نبيل. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اشتهرت في الفترة الأخيرة باسم كيكة تريتشا، المميزة جدا بالطبقتين اللي فوقيها اللي هي طبقة الكريمة وطبقة صوص الكراميل. والنهاردة كمان أنا عملتها بطريقة تانية وبرضو زوقتها بصوص الشوكولاتة، يعني عملت 2 كيكة، واحدة بالطريقة العادية بتاعتها أو اللي اشتهرت بيها، وواحدة تانية بطريقة صوص الشوكولاتة. اللي عجبني في الكيكة دي ان هي اقتصادية جدا لانها بتتعمل من غير لبن ومن غير دهون، والمميز اكتر كمان في الكيكة دي ان هي كيكة طرية جدا وهشة جدا زي ما انتوا شفتوا دلوقتي، وممكن نستخدمها لوحدها لو حابين نعمل مثلا جاتو او تورتة، وتبقى الطبقات كلها من نفس كيكة التريليتشا. فالنهاردة تعالوا بينا نعمل الكيكة وهنعرف ازاي نزوقها بطريقتين، والطريقتين بصراحة احلى من بعض. فكمان هيعجبكم جدا حكاية ان هي ما فيهاش اي مكونات خالص، يعني مكوناتها بسيطة جدا جدا. مبدئيا المكونات اللي معانا النهاردة تنفع لصينية مربعة 20 في 20 او صينية مستطيلة 20 في 25، ولكن لو عايزين صينية اكبر ممكن نضاعف المقادير بتاعتنا. اول حاجة معايا نص كوباية من السكر، وانا مش مستخدمة غير نص كوباية من السكر العادي بس مش السكر البودر، علشان بقية الطبقات كمان بتبقى مسكرة، فكفاية نص كوباية. ومعانا كوباية من الدقيق اللي هو متعدد الاغراض، مش دقيق اسبونج، ده دقيق عادي. ومحتاجين كمان 3 بيضات، ولو البيض صغير هيبقى 4 بيضات، وطبعا بما اننا هنستخدم البيض لازم يبقى معانا فانيليا. دي ربع معلقة ملح حطيتها على الدقيق، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر برضو حطيتها على الدقيق. ودي كده المكونات بتاعتنا: السكر والدقيق والبيض والفانيليا. دي بس الاربع مكونات دلوقتي اللي احنا محتاجينهم. قبل ما نبدأ في الكيك حضرنا بقى الفرن، فتحته على درجة حرارة 180، وجهزت الصينية بتاعتي الصغيرة اللي احنا قلنا عليها، بطنتها كده بالزبدة وبعدين عليها معلقة دقيق ووزعتها كويس. وبعد كده هنبدأ في الكيك نفسها. 3 بيضات وعليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة ونص كوباية من السكر، وهضربهم بالمضرب كويس جدا لغاية لما يدوني فوم ابيض، وهو ده بقى القوام الحلو اللي احنا بنقول عليه بتاع الكيكة بتاعتنا النهاردة. علشان كده قلتلكم ان احنا ينفع نستخدمها كجاتو او تورتة، بتنفع جدا ان هي تتعمل طبقات من الكيك. بضربها لغاية لما المضرب يعمل علامة كده زي حرف الاس، والحرف ده ما يقعش لتحت، يبقى كده خلاص تمام، هي عملت الفوم اللي بيفضل ثابت على الوش زي ما احنا شايفين كده. بعد كده الدقيق بقلب معاه ربع معلقة الملح ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وبقلبهم مع بعض وببدأ اضيفهم بالتدريج على الخليط بتاعنا. ضفت كده اول شوية وبعد كده هقلبهم بالطريقة اللي احنا شايفينها دلوقتي. لازم نحافظ على الطريقة دي في التقليب لان هي دي اللي بتحفظ الفوم بتاعنا وبتبقى مخلية الكيكة هشة وجميلة. هقلب كده بالراحة في اتجاه واحد وبعدين نحط جزء كمان من الدقيق، وهكذا لغاية لما نخلص كل كمية الدقيق اللي عندنا. وبس كده خلاص تبقى الكيكة بتاعتنا جاهزة. طريقة التخبيط دي بس عشان اتأكد ان الدقيق اختلط تماما بكل الخليط بتاعنا. ببدأ بعد كده اصبهم في الصينية وبفرد الوش كويس، ولو في بقى اي فقاعات هواء فوق الوش بخلة سنان كده وبفرغها. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، بتاخد حوالي 25 دقيقة، ما بفتحش عليها الفرن خالص. وبعد كده بختبرها بخلة سنان من وسط الكيكة، لو لقيتها طلعت نظيفة يبقى كده خلاص الكيكة استوت. بستنى عليها مش لما تبرد لكن لغاية لما تبقى دافية، وبحضر كوباية لبن باردة ومعاها معلقة سكر وبقلبهم مع بعض، وببدأ كده ان انا اخرم الكيكة بتاعتي بخلة سنان علشان خاطر لما نسقيها باللبن تبدأ ان هي تشرب اللبن. خرمتها واضفت ليها اللبن. ما بنحاولش نكتر سكر في اي حاجة لان هي كلها على بعضها عبارة عن طبقات مسكرة. نخلي بالنا ان اجمالي السكر كله ما يكملش الكوباية. هبدأ دلوقتي احضر اول طبقة من طبقات تزويق الكيكة اللي هي طبقة الكراميل. عندي هنا نص كوباية سكر الا معلقة، بهزها كده بس عشان خاطر تتفرد في الطاسة، وبظهر المعلقة عشان ما تعمليش تكتلات كبيرة. بعدها بدقيقتين بالظبط بقلب كده، بلاقي ان السكر بدأ يتكرمل من تحت.
بستمر في التقليب بظهر المعلقة لغاية لما نوصل لمرحلة ان خلاص معظم السكر بتاعنا اتكرمل. طبعا في تكتلات صغيرة، لكن كل التكتلات دي هتفك دلوقتي معانا. بيجي دور المعلقة الخشب. انا هسيب خلاص المعلقة الاستانلس، ظهر المعلقة الاستانلس اللي كنت بستخدمها، وهستخدم المعلقة الخشب في التقليب. ولازم نستمر في التقليب علشان خاطر لو سيبناها شوية صغيرين ممكن تتلسع مننا ويبقى لونها غامق وطعمها مر، ويبقى كده الكراميل بتاعنا باظ مننا خالص. فنستمر في التقليب، واحنا بنقلب نفك كده اي تكتلات صغننه هنلاقيها بنفكها بالمعلقه الخشب. مادام وصلنا للمرحله دي يبقى لازم نهدي النار ونبدا نضيف مكعبين الزبده، ودي خطوه اختياريه، ممكن ما نضيفش مكعبين زبده ولا حاجه ونصب على طول اللبن بتاعنا. نخلي بالنا بقى من خطوه اللبن دي لان هو بيطرطش وكمان بيفور، فنخلي بالنا ما يكونش جنبنا اطفال، وكمان نعمله في حاجه غويطه. يعني الموضوع مش مقتصر بس على السكر اللي هنكرمله، لا احنا لما نحط اللبن هيفور، فنعمل حساب الفوران ده ونعمل في طاسة غويطة. بحط اللبن بالتدريج، انا استخدمت نص كوباية لبن تقريبا، وبدأت اقلبه لغاية لما وصلنا للقوام اللي احنا شايفينه دلوقتي. والقوام ده هيتقل برضو تاني لما يتساب يبرد. هصبه بقى في حاجة صغيرة واسيبه يبرد براحته، علشان خاطر ما ينفعش نصبه على الكيك وعلى الكريمة وهو سخن. دلوقتي بحضر طبقة الكريمة. معايا 100 جرام من الكريم شانتيه الخام، ومعايا 50 جرام من السكر البودر، وحطيت عليهم 100 جرام من اللبن، وبدأت اضربهم، بس لازم يكون اللبن ساقع جدا. هضربهم لغاية لما الكريمة تتقل وتبقى جاهزة معايا ان انا اضيفها على الكيك. الشكل ده شايفين في المعلقة، هي لازقة في المعلقة ما بتنزلش، وانا بقلب المعلقة لقدام. يبقى كده الكريمة بتاعتنا جاهزة. هاخد منها بس معلقتين اشيلهم على جنب، عشان دول هستخدمهم في تزويق الكيك من فوق، والباقي هحطه في التلاجة شوية عشان احنا في الحر، فلازم لما بنعمل الكريم شانتيه لازم بنحطه شوية في التلاجة يمسك نفسه قبل ما نضيفه على الكيكة. كده مكوناتنا كلها خارجة من التلاجة، الكريمة والكيكة وصوص الكراميل كلها اتحطت في التلاجة شوية قبل ما نضيفهم على بعض. دلوقتي الاول ببدأ افرد الكريمة على الكيك. عاوزة اقول ملحوظة هنا برضو، لو قدرنا ان احنا نخلع الطبقة الرقيقة خالص اللي هي بتبقى على الكيك من فوق، نقشرها يعني من فوق كده يفضل، علشان خاطر ما تضايقناش واحنا بنفرد الكريمة على الكيك. وبعد كده بنفرد بقى طبقة الصوص الكراميل، تقل طبعا اكتر من الاول، وده اللي احنا عاوزينه بالظبط. بعد كده ببدأ افرده بظهر المعلقة كويس على الكيكة. معلقتين الكريم شانتيه اللي احنا كنا راكنينهم على جنب في كيس، بفتح الكيس فتحة صغيرة خالص يا دوبك عشان اعرف اعمل الخطوط الطولية دي. بعد ما بخلص الصينية كلها ببدأ بقى بخلة الاسنان، باخدها كده رايح جاي علشان خاطر تعمل لي الشكل المتعارف عليه لكيكة التريليتشا اللي احنا كلنا بنشوفها وبنبقى معجبين قوي بشكلها، لان هي فعلا شكلها لطيف جدا. وكده ده اول كيكة انا عملتها بالتزويق ده التزويق الاصلي بتاع كيكة التريليتشا. وهقول لكم دلوقتي على الطريقة التانية اللي انا زوقت بيها نفس الكيكة. يعني انا عملت صينية تانية بنفس المقادير لكن زوقتها بطريقة مختلفة. الطريقة التانية ان انا جبت شوكليت حوالي 200 جرام، حطيت عليهم معلقتين زبدة، وبعد كده حطيت عليهم نص كوباية لبن. طبعا اللبن نكون مسخنينه شوية علشان خاطر يقدر ان هو يسيح الزبدة مع الشوكولاتة، والزبدة برضو اختياري. ممكن كمان نستبدل اللبن بكريمة خفق، برضو بيبقى طعمها حلو جدا. انا هنا بقى ما عملتش الكريم شانتيه وبعد كده فردت عليه صوص الشوكولاتة، انا عملتها طبقة واحدة بس اللي هي صوص الشوكولاتة فوق الكيكة مباشرة بعد ما طبعا سقيتها باللبن. وبرضو هعمل نفس الخطوط الطولية اللي عملتها في الكيكة الاولانية بنفس معلقتين الكريمة، مازالوا موجودين معانا يعني هما كفوا الصينيتين. وبرضو نفس الحكاية بخلة الاسنان، بدأت كده اعمل خطوط بالعرض رايح جاي عكس الاتجاه لغاية لما خلصتها وبقت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. حقيقي الاتنين في منتهى الجمال، والاتنين اجمل من بعض. يعني بصراحة الاتنين كطعم وكتزويق الاتنين احلى من بعض، وكمان الهشاشة بتاعتهم فظيعة لدرجة ان انا يعني قررت خلاص هجربهم بعد كده في حاجة زي اصناف الجاتوهات وكده،
من كتر ما هي هشة جدا وجميلة. وفوق كل ده اقتصادية، يعني ولا لبن داخل الكيك ولا حتى مادة دهنية. يعني اللبن كمان ممكن نستبدله لما نيجي نسقي الجاتو بتاعنا بعد كده، لما نعمله اقتصادي ممكن نبقى نسقيه بمية بسكر، او مثلا اي نوع من انواع العصير عندنا موجود في البيت، مش لازم لبن يعني. فان شاء الله بجد تعجبكم، لان هما الاتنين اروع من بعض. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، وشكرا جدا لمتابعتكم. باي باي.